من كتر نجاحه وحلاوته عايزه اقول لكم طلبوه مني كذا مره، فانا ما حبيتش اكسفهم. قررت بقى النهارده ان انا اعمل لهم زي ما عملت المره اللي فاتت، بطريقه ناجحه وبطريقه مضمونه مليون في الميه، من غير ريحه، من غير من غير اي سلبيات ان شاء الله كده في الموضوع. باذن الله كده هيعجبكم، والطريقه باذن الله هتبقى ناجحه مليون لمية. تابعوا معايا الفيديو للاخر وشجعوني لايكات كتير، ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. وتعالوا نعمل مع بعض النهارده الفسيخ. شايفين؟ بصوا ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم بجد والله العظيم يا جماعه، الفسيخ اللي عملته المره اللي فاتت بتاع العيد كان يعني ما شاء الله بجد كان ناجح مليون لمية. من غير ريحه، ملحه مظبوط على الشعره. ان شاء الله كده باذن الله هعمله معاكم، وان شاء الله هيبقى مشروع الحلم. ان شاء الله هيبقى مشروع الحلم. فتعالوا نعمل الثلاث سمكات دول فسيخ. شايفين؟ بس ما شاء الله اللهم بارك. دول الثلاثه سمكات دول كانوا كيلو، فهنعملهم باذن الله. تابعوا معايا الفيديو للاخر وما تزهقوش ولا تملوا. اوعدكم ان كنتوا هتتفرجوا على الفيديو وهتقوموا تنزلوا دلوقتي حالا، تنزلوا السوق تجيبوا احلى سمك بوري عشان نعمله فسيخ. يلا بقى نبدا الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك زي ما شفتوا في البدايه يا حبايب قلبي. النهارده بقى الفيديو بتاعنا شغل عالي، كل عشاق الفسيخ يحضروا معايا هنا. وقبل ما تحضروا يا ريت تصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى خلاص كده هوت هوريكم الطريقه اللي بصراحه ربنا انا هعتمدها على طول. طلعت معايا انجح واحلى ويعني زبده بجد والله العظيم. يعني انا مش عايزه اتكلم كتير، بس انتوا هتشوفوا معايا النتيجه ان شاء الله، ولما يستوي هوريكم. يعني بصوا كل حاجه قدام عينيكم. طبعا عملته معاكم في العيد، وعايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه بجد الناس يعني كل اللي ضايقوا شكروا فيه جامد والله. فتابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا تعالوا بقى. بصوا هنجيب هنا ايه كيلو من البوري. بصوا يعني ابدأوا بأي كمية انتوا عايزينها. لو عايزين تبدأوا بكيلو بأكتر بأقل، فحتى لو ان شاء الله لو سمكية واحدة، المهم تتابعوا الخطوات دي وهيطلع معاكم ناجح مليون لمية ان شاء الله، وزبدة وزي الفل. طيب بصوا انا هنا بجيب السمك بتاعي البوري وبغسله من الخياشيم، علشان مثلا مطرح الصيادين، مطرح اي حاجه في السوق، اي حشرات ولا اي حاجه. تمام. فانت بتغسليه غسله نظيفه علشان ايه تبقي مرتاحه نفسيا كده وانت بتاكلي الفسيخ. المهم يا حبايبي، اديني انا اهو غسلته وهسيبه كده اهوت في الطبق، وعايزه اصفيه. طيب هنصفيه ازاي؟ انا فكرت ان انا اجيب ايه حاجه كده طويله على قد السمكيه، علشان انا عايزه اقلبه على راسه كده اهوت، علشان راسه دي كده اهوت والخياشيم تنزل كل الميه اللي موجوده فيه. اهو هتشوفوا معايا. طبعا انا القماشه دي مخصصاها على طول للفسيخ يعني، وللحاجات اللي عايزه ايه انشفها، طبعا نظيفه وزي الفل ومتاكده من نظافتها. اهو شايفين؟ بصوا عايزه اقول لكم الحركه دي بتخلي كل الميه اللي في الخياشيم وفي الراس والله العظيم يا جماعه بجد تنزل، ومن غير بقى ما تستهلكي مناديل كتيره، لان المناديل بصراحه انا كنت مجرباها قبل كده فكانت تتبل وكانت تفرول كده اهوت، وممكن مثلا ما تاخديش بالك وتسيبي قطع كده اهوت من المناديل في الراس. يعني احنا منعا للكلام دوت كله. انتي بقى سيبيه يتصفى على مهله. شايفين اهو؟ ده بعد مرور يعني بصوا انا كنت عاملاه من العصر او الساعه 2:30 كده تقريبا، بعد الظهر، لحد يا جماعه الساعه 12 بالليل. يعني قولوا 10 ساعات او 11 ساعه. خلاص، من 10 ساعات ل 11 ساعه اهو. طيب ايه يا نور اللي بتطلعيه ده؟ معلش بقى عذرا، انا الحته دي معرفتش اصورها لكم. فانا بقى جبت شويه ملح عادي من الناعم ده، فروحت كبست الخياشيم، يعني حطيت ملح في الخياشيم بتاعته. لاني بصراحه كذا حد قال لي على الطريقه دي، انك لما بتجيبي ملح وتحطيها في الخياشيم وتكبسيها كده الملح طبعا بيمتص الميه كلها، ومع احترام لحضراتكم والدم برضو والحاجات كلها اللي بتكون موجوده في الخياشيم، بدل ما تغسليها. لكن انا بصراحه كنت غسلها قدامكم، فانا قلت ايه برضو ايه يعني علشان يعني ننجز ونخلي الموضوع ينشف معانا بسرعه. فحطيت برضو شويه ملح. انتوا شايفين الكلام اللي انا بقول لكم عليه اهو؟ المناديل شايفين بتفرول وبتتقطع مني اهو.
بصوا. وبرضو انا جبت برضو مناديل، واللهم صل على النبي، برضو بنشف فيها لحد ما اقدر اهو. هنا بقى الملح ده يا جماعه ملح خشن بتاع الفسيخ، بتروح للعطار وبيكون موجود عنده ملح خشن اللي هو عامل زي الزلط كده الصغير. تمام. هنا بقى يا حبايبي حطيت معلقه كبيره تاني من الشطه، وانا كنت عيناهم في التلاجة معايا شويه ملح بالشطه من الفسيخ اللي فات، فقلت اما استخدمهم وبس. طبعا السمك معايا نضيف وزي الفل وناشف سمكايه، ومفيش اي ريحه خالص. تمام. طبعا بتتاكدي اولا من نوع السمك، من جوده السمك انه نضيف وزي الفل، ومن انه فريش، ومنه مش مجمد، الخياشيم بتاعته بتكون حمراء. كل الحاجات دي يا جماعه هتفرق جدا جدا في نتيجه الفسيخ وطعمه اهو. هنا بقى بعمل ايه؟ هنا خلاص انا كده اخر مرحله معايا ان انا اخلله. دي كده مرحله التخليل. بجيب الملح بتاعي بالشطه. في ناس كتيره بتحط كركم، لكن انا بصراحه ما بحبش طعم الكركم خالص، ولا يعني ولا اي حاجه. بحس يعني ما بحبش طعم الكركم عامه. فقلت ايه بقى؟ قلت خلاص انا هكتفي بالشطه. والمره اللي فاتت انا ما كنتش مستخدمه غير شطه وملح بس، وطلع زي الفل اهو يا حبايب قلبي. شايفين كل الخياشيم انا بفتحها كده اهوت، وبكبس فيها على قد ما اقدر، على قد ما تشيل معايا. وبالنسبه لبق السمكه بفتح بقى البق كده اهوت، وبكبس برضو في الملح. طيب في سر خطير بقى هيخلي الفسيخ معاكي، بصي يعني يمنع لك الريحه تماما. شفتوا الريحه بقى اللي هي انت بتحطي مشبك في مناخيرك وكمامه والكلام ده؟ لا، مفيش الكلام ده. بصي عايزه اقول لك ورق اللورا والله العظيم يا جماعه بيمتص اي ريحه غير مرغوب فيها وانت بتعملي الفسيخ. هيقعد معاكي في المطبخ من غير ما انت تحسي بيه خالص. هيمنع زي ما بقولك كده اي ريحه زفاره، اي ريحه يعني لا قدر الله حاجه وحشه كده. تمام. وفي نفس الوقت الشطه طبعا معانا ماده حافظه، فباذن الله باذن الله هيطلع زي الفل. طيب هنا بقى اخر حاجه، لازم يا جماعه تقفلوا كويس قوي على الفسيخ، بحيث انه ما يبقاش اي هوا فيه. يعني اي نقطه هوا كده اهوت ما تخشهوش. طيب انا هنا بقى جبت الاول اكياس تلاجة. طبعا الاكياس التلاجة دي مخصصه للاكل ونظيفه. فانا بقى حطيت كيسين، لان السمكيتين 3 سمكات كانوا كبار، فانا حطيتهم عكس عكاس كده اهوت. وبعد كده بجيب بقى اي اكياس معايا من اللي هي بتاعت اللهم صل على النبي، من بتاعت الفاكهه من السوبر ماركت. فبكون عاينه الاكياس دي اهو. شايفين نظيفه وزي الفل. وحطي بقى زي ما انت عايزه 10 12 20 كيس زي ما انت عايزه. المهم لحد ما انت تقتنعي فعلا ان شاء الله كده مفيش اي هوا هيخش في الاكياس او في الفسيخ. كل ما باجي احط كيسه بفضي الهوا، وبعد كده بقفل حلو. تمام. ولو عندك طبعا لزق او اللي هو اللهم صل على النبي الاسترتش دوت بتاع الاكل، ممكن تعمليه علشان برضو ايه يمنع معاكي اي دخول هواء. وبس يا حبايب قلبي، طبعا حطيته في العلبه دي. انا علبه السمنه دي كانت كبيره، والحمد لله انها طويله، اخده طول السمكه يعني. فانا بصراحه بحب ان انا اخلل فيها الفسيخ، ومخلياها للموضوع ده. وبس شلتهم بقى، وان شاء الله هنفتح عليهم باذن الله 10 12 يوم. طبعا احنا في الحر هنفتح عليهم بعد 10 او 12 يوم، لو كان في الشتاء تفتحي بعد 15 او 17 يوم. وبس يا حبايب قلبي كده اكون خلصت معاكم طريقه عمل الفسيخ. وان شاء الله ان شاء الله النتيجه هنشاركها مع بعض زي ما عملتها لكم المره اللي فاتت. وادعوا لي بالله عليكم كده دعوه حلوه من القلب، وربنا يا رب يفرح قلوبكم. شكرا من كل قلبي على كل اللي دخل جديد في القناه وبيسيب لي كومنت حلو كده. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. وتعالوا بقى طالما في فسيخ يبقى لازم بقى ايه تكملي جميلك وبتعملي بقى الروتين بتاعك في المطبخ. طبعا مطرح الفسيخ علشان ريحه المطبخ برضو ايه تبقى نظيفه. قلت شويه مواعين كده، فقلت اما اخلصهم علشان ريحه المواعين كده تبقى نظيفه، وريحه المطبخ تبقى ايه بتتنفس، عشان جوزي برضو ما يطردنيش زي ما طردني المره اللي فاتت من الشقه. ف هنا بقى جبت شويه اللهم صل على النبي صابون. وعايزه اقول لكم يا جماعه بجد مسحوق فيه بدا روعه روعه روعه. يعني جربوه على ضمانتي. كل الحبايب اللي في مصر يا ريت تجربوه، والله ما دعايه ولا اي حاجه، بس هو تجربه مش اكتر اهو.
شايفين انا اصلا ما بستخدمش غير نقطتين 3 وبتلاقوا ما شاء الله الموضوع زي الفل. وبحب اغسل طبعا المواعين بالسلكه البلدي بتاعتنا. كلام الاسبونشات والكلام ده بصراحه انا معايا اسبونش لكن ما بحسش ان المواعين بتنضف غير بالسلكه البلدي. اذكروا الله كتير، حوقله كتير. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ربنا يا رب ييسر لنا كل أمورنا، ربنا يا رب ما يحرم حد إن شاء الله من الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ربنا ينعم علينا بالذرية الصالحة كلنا. ويدعوا بالله عليكم دعوة خاصة من القلب للجميلة أختي حبيبتي اللي هي صاحبة قناة اللي جاي أحلى مع آيات. ربنا يرزقها يا رب العالمين عاجلا غير آجل، ويفرح قلبها يا رب العالمين من داخل السنة دي. ربنا يكرمها بتوأم سلام معافين، وإن شاء الله ربنا قادر على كل شيء. بس أهم حاجة اليقين بالله، وأهم حاجة يكون عندك رضا ويقين بالله، يبقى يعني تيقني ان فعلا ربنا هيرضيكي. طول ما انت عندك يقين ان ربنا هيرضيني وانه مانع الحاجة دي عني لخير او لسبب معين، والله العظيم يا جماعة ربنا هيديكي وهيرضيكي. فالحمد لله دائما وابدا الواحد يحمد ربنا. يعني الاطفال، مش ان انا معايا اطفال يبقى خلاص انا كده ملكت الدنيا واللي فيها، لا. في ناس كتيرة معاها اطفال وبس يا حبايب ومش قلبي فرحانة عملنا وبتقول يا الفسيخ ريتهم وان شاء الله كده انتظروا النتيجه دلوقتي بعد في ما النهاية. يستوي، وباذن وبحبكم الله في باذن الله، الله هيطلع وانتظروني الفيديو اللي طريقته جاي. ناجحه جدا جدا. طبعا عملته معاكم في القناه، ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وبحبكم في الله. ما تنسوش بقى ايه صالح الدعوات ليا بقى.